أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست دكتور الشغل. النهارده معايا ضيف مميز جدا وهنتكلم عن موضوع مختلف. معايا النهارده استاذ دكتور حسين الخولي، أستاذ واستشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس. وموضوع النهاردة هنتكلم على موضوع التنوع العصبي أو النيورو دايفرستي. يمكن دكتور حسين ما يفتكرش القصة دي قوي، بس أنا فاكر كويس قوي إن أنا أول مرة اتعرفت على الموضوع ده كان من خلال ورشة عمل لما اتعملت من خلال الإيرلي كارير سايكايتريست أو الأطباء النفسيين اللي لسه بيتدربوا، وأنا كنت لسه متخرج وكنت مهتم جدا بالطب النفسي، وحضرتها عن ال ADHD اللي هو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وكان تنظيم دكتور حسين، وكانت علاقتنا ساعتها يعني لسه بنتعرف على بعض، ودلوقتي بقت علاقتنا اقوى بكتير. بقى في بيننا ابحاث وتعاون مشترك في حاجات كتير. الاول كده قبل برحب بحضرتك يا دكتور حسين، وخليني اسالك يعني ايه نيورو دايفرستي؟ يعني ايه تنوع عصبي؟ شكرا ليك يا دكتور مصطفى. أنا سعيد إني معاك النهاردة في البودكاست، وأنا استمتعت على فكرة بأن سمعت الحلقات اللي فاتت واستمتعت بيهم جدا. شغل هايل يعني. أنا سعيد برضو بالسؤال بتاعك ده، لأن موضوع التنوع العصبي ده ناس كتير ما تعرفش معلومات عنه، و... ومهم إن احنا نوعي الناس بيه. هحاول أشرحه بطريقة بسيطة. يعني هو احنا نقدر نقول التنوع العصبي ده اختلاف طبيعي في تطور وطريقة عمل المخ، وده جزء طبيعي من التنوع البشري، وممكن يكون حاجة احنا مولودين بيها. زي مثال، زي ما انت جبت سيرة اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، او الناس اللي على طيف التوحد. دول اشهر مثالين. وفي ممكن يكون ناتج عن إصابة مثلا في المخ على كبر. يعني هو مصطلح كبير قوي، بس أنا يعني حلقة النهاردة حابب معاك إن احنا نركز أكتر على الحاجات اللي هي ناتجة عن التطور بتاع المخ بتاعنا من الصغر. زي ال ADHD و- والتوحد يعني. بالظبط. ومش المفروض إن احنا نشوف الحاجات دي على فكرة على إنها أمراض فقط، لأن هو من الحاجات السائدة والشائعة إن الناس شايفة إن دول أمراض، وإن اللي عنده الحاجات ديت بيبقى عنده مشاكل وقدراته مش زي بقية الناس. لأن هي نوع من التنوع الطبيعي للإنسان. بعض الناس ممكن ده يعمل لهم مشاكل، وبعض الناس متعايشة معاها. واعتقد ده السبب اللي خلاهم يغيروا الاسم من اضطرابات بقى زي ADHD والتوحد الى نيورو دايفرستي. يعني زي ما حضرتك قلت كده، ده تنوع طبيعي يعني. بالظبط، هو تنوع طبيعي. ممكن يبقى جزء منه disordered أو مرضي أو عامل مشاكل، وممكن ميبقاش واصل للدرجة دي، لأن هو المصطلح أكبر بكتير من الاتنين دول، لكن هم من أشهر الأمثلة للنيورودايفرستي. لو انا دلوقتي بتكلم على الشغل بقى، لو احنا بنتكلم على اماكن الشغل، تفتكر حضرتك ايه المكان الشغل او اصحاب العمل ممكن يعملوه عشان يدعموا الناس اللي من عندهم تنوع عصبي او اللي عندهم نيورو دايفرستي؟ سؤال جميل. لو حطينا في الاعتبار إن أي تفاعل في بيئة العمل بيكون بين أفراد مختلفين، وكل واحد مخه تطور بطريقة مختلفة، ما ينفعش نتوقع إن كل الناس هتعمل كل حاجة زي بعض أو تتفاعل زي بعض. ممكن الأغلبية يعملوا الحاجات بشكل ما، لكن في بعض الناس هتبقى مختلفة. وعشان كده أول خطوة هو إن إحنا نقدر نتعرف ونعترف بقيمة التنوع العصبي والاختلاف اللي ما بيننا في مكان العمل. وعشان كده مهم برضو إن إحنا نفهم إن الناس اللي ممكن تكون مختلفة شوية عن بقية الفريق ممكن يكون عندهم مزايا وقدرات، وممكن يكون عندهم احتياجات مختلفة. لازم ان انا احطها في الاعتبار في مكان العمل دوت علشان اضمن ان كل الناس تقدر تشتغل بنفس الكفاءة. ده هايل. طب خليني اسالك، ايه الحاجات المزايا اللي ممكن تكون، خلينا نبدا بالمزايا يعني، بلاش نبدا بالاختلافات او الاحتياجات اللي ممكن يكونوا محتاجينها. ايه المزايا اللي تخلي اصحاب العمل يبقى حابب ان او يبقى عنده رغبه انه يشغل عنده حد من الناس اللي عندهم التنوع العصبي؟ بس عارف انك حابب تبتدي بالمزايا، وهركز على المزايا. بس هو للاسف الناس بتبقى شايفه لو عشان احنا النهارده مثلا بنركز على اضطراب فرط الحركه وقله الانتباه وتشتت الانتباه والتوحد، الناس بتبقى الاعتقاد السائد ان هم ممكن يكون ذكائهم أقل من بقية الناس، قدراتهم أقل من بقية الناس، في حين إن هم ملهمش علاقة أصلا بالذكاء، أو إن هو لو في مشكلة في الذكاء ممكن يكون حاجة مصاحبة. لكن مش كل الناس اللي عندهم ADHD أو توحد
عندهم مشكلة في القدرات المعرفية اللي هي اللي لها علاقة بالذكاء. ممكن يكون عندهم مشكلة في بعض القدرات المعرفية الأخرى زي ما هنتكلم كمان شوية، لكن هم ممكن يبقوا بنفس الذكاء زي الناس التانية. وبالعكس بقى بيبقى عندهم حاجات مختلفة كمان. يعني على سبيل المثال هم ممكن يكون عندهم قدرة على الإبداع والابتكار مختلف عن الناس التانية، اللي هم غالبا بيفكروا بره الصندوق، ما بيفكروش زي بقية الناس اللي مخهم تتطور بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، صفة الحركة وقلة الانتباه. احنا متخيلين ان هو المشكلة في القدرة على التركيز. الحقيقة ان المشكلة في الاضطراب دوت ان الناس ما بتقدرش تنقل تركيزها من حاجة لحاجة تانية، او ما بتقدرش تركز لفترة طويلة على حاجة هم مش مستمتعين بيها. مهم. بس في المقابل عندهم القدرة ان هم يركزوا بقوة وبشكل عميق على الحاجة اللي هم مستمتعين بيها. ويمكن ده مصطلح ما اعرفش اذا كنت سمعته دكتور مصطفى ولا لا، بس مصطلح ابتدى يظهر هايبر كتير اليومين فوكس. دول، حكاية الهايبر فوكس بالظبط. يقول لك انا عندي قدرة ان انا اقعد بالساعات بعمل حاجه وما بحسش بالوقت، وفي الاخر اكتشف ان انا كل ده بعمله بمجرد انه مستمتع بيها. ممكن يهايبر فوكس ويفضل قاعد شغال لفتره طويله، ويديك شغل رائع. برضو كمان عندهم قدره ان هم يركزوا على التفاصيل لما يكونوا مستمتعين. او مثلا في طيف التوحد الناس عندها، لان هم بيبقوا شايفين حاجات بطريقه مختلفه شويه عن بقيه الناس، بيقدروا ان هم يشوفوا تفاصيل، يشوفوا حاجات اخطاء يقدروا يشوفوها بطريقه مختلفه عن الناس اللي بنطلق عليهم نيوروتيبيكال، او اللي هو التطور بتاعهم ماشي بالطريقه اللي احنا متعودين عليها. في مجموعه كده من الاكزامبلز كانت بتبقى موجوده على الانترنت، اللي هو لك انا مثلا عندي توحد، فانا شايفكم كلكم ان انتم مش طبيعيين، ان انتم مش بتركزوا في حاجه، او انتم مش بتعملوا مش عارف ايه، وانتم شايفيني ان انا مش طبيعي عشان ما نبصلكوش في عينيكم. فهو زي ما حضرتك قلت كده، هي نيورو دايفرستي، يعني هي كذا حد شايف كذا حاجه مختلفه. انا بس حبيت اهايلايت الحته دي، لانها بترجعنا لفكره ان انا عندي حاجات مش عندك، وانت عندك حاجات مش عندي، فانا شايفك مختلف. عشان كده بس من فكره نيورو تيبيكال او نيورو دايفيرس بحب ان انا اقول الاكزامبل ده. مثال حلو جدا وجميل جدا، لان انت لو ابتدينا نفكر بالطريقه اللي بتتكلم بيها دي، الحقيقه ان هنبقى كلنا نيورو دايفيرس، لان احنا كلنا مختلفين. لكن احنا بنحب نستخدم مصطلح ده طبيعي وده مش طبيعي وده مش مظبوط. مش معنى ان هو ده الاكثر شيوعا ان يبقى ده الطبيعي، هو ده اكثر شيوعا. إحصائيا حتى لو ابتدينا نفكر نبص في الموضوع، تقريبا واحد من كل خمسة بيبقوا عندهم حاجة أو أكتر من الحاجات النيورو دايفيرس. أنت متخيل ده 20% يعني خمس بتفهمهم. خمس الناس. فما ينفعش تتجاهل 20% من الناس وتقول إن 20% من الناس مش طبيعيين. فده معناه ان انا هبقى محتاجهم يبقوا موجودين عندي في الشغل بشكل اكبر، وبالتالي لازم ابقى مهيئ لهم المكان. هم موجودين، المشكلة إن إحنا مش شايفينهم ومش عارفين هم مين. وبالتالي يا إما عاملين لهم إحنا مشاكل في الشغل، يا إما هم عاملين مشاكل في الشغل عشان إحنا مش عارفين إن هم مختلفين عننا، أو شايفين هذا الاختلاف بطريقة سلبية. بالظبط. وده يعني ده ياخدني بقى للسؤال اللي كنت هسأله لحضرتك. لو احنا خدنا تيبيكال كده، حد بيشتغل راح يشتغل في مكان، وانا كصاحب عمل فكرت ان انا لا، انا الناس دي مهمة بالنسبة لي، ومهم ان انا اعمل لهم انكلوجن، او ان انا ادخلهم معايا في الشغل بتاعي، وابقى ضامن ان كل حاجة في الشغل عندي تقدر تعمل لهم انكلوجن وتدخلهم في الشغل. يعني ايه الخطوات؟ يعني مثلا خلينا نمشي ستيب باي ستيب كده، او خطوة خطوة. لو احنا بدأنا الاول من حد هيقدم على شغل، ايه العقبات اللي ممكن تقابل حد من الناس اللي عندهم التنوع العصبي ان هو يدور على شغل، او ان هو يلاقي شغل؟ ده موضوع كبير قوي يا دكتور مصطفى. أنا يعني هنحاول نركز على أمثلة. العقبات اللي بتقابل حد عنده تنوع عصبي دي ممكن تبتدي من صغره. لو أنا من صغري دايما الناس شايفيني مختلف، شايفيني عندي مشكلة، بالرغم إن أنا ممكن أكون متميز في حاجات تانية، ومش قادرين إن هم يلاحظوا الحاجات دي، أو إن المجتمع ما بيساعدنيش إن أتعامل مع الحاجات دي. ما أنا هيبقى صعب عليا قوي ان انا اوصل لمرحله ان انا اقدم على شغل. ولما اكبر لو عرفت ان انا فعلا اعدي من المدرسه واكمل وادخل الجامعه واخلص، هاجي اقدم على شغل، انا مختلف، بفكر بطريقه مختلفه، بتعامل مع الناس بطريقه مختلفه. البروسيس او الخطوات نفسها بالنسبه لي ما هياش سهله، وعشان كده بتلاقي الناس بتتعب في لغايه ما توصل للخطوات دي. لكن لو ركزنا اكتر على ان انا خلاص، انا هو خلاص خلصت الجامعه وخلصت الكليه
ورايح اقدم على شغل، ممكن تبقى حاجات ممكن تبتدي حتى من اول الانترفيو. يعني انت النهارده انا دخلت اعمل انترفيو وبتسالني اسئله، وانا على سبيل المثال انت ضربت مثال جميل جدا بتاع الاختلافات لما قلت حكايه مثلا ان انا ممكن ما اقدرش ابص في عينيك. أنا مم. قاعد في الانترفيو والاتش ار بيسالني الاسئله، او الشخص اللي موجود في الانترفيو بيسالني الاسئله وانا ما ببصلوش في عينيه، تفتكر هيتقبلها ازاي او هيفسرها ازاي؟ الشخص ده مش واثق في نفسه، مش قادر يتكلم، عنده مشكلة في الكوميونيكيشن، كل الحاجات اللي احنا بنسمعها طول الوقت دي. بالظبط، مش محترمني مثلا، اي حاجه. مع ان انا لو عارف ان الشخص دوت عنده توحد وانه مش هيقدر يبص في عينيا، وانا محتاج اركز على حاجات تانية علشان اقدر اقيمه صح، الوضع هيمشي بطريقه مختلفه خالص. يعني هركز على قدراته، مش هقعد اركز بقى هو ليه مختلف، هو ليه ما عنده مشكله في التواصل. طب ما يمكن الوظيفه اللي هو بيقدم عليه، يعني لو انا رايح اقدم على وظيفه كول سنتر وانا ما بعرفش اتواصل وما بعرفش اتكلم، طبيعي ان هيبقى فيها مشكله. لكن لو انا رايح اقدم على وظيفه محاسب وفي مكان مش هعمل فيها اي حاجه غير ان انا قاعد على كمبيوتر في اوضه لوحدي بيدوني ارقام بظبط حسابات وبطلعها، وانا عندي قدره هايله في المجال ده، لكن لما دخلت الانترفيو بسبب ان انا ما عنديش مهارات تواصل، حسوا ان انا مش مناسب لبيئه العمل فمشوني. يبقى انا اتضريت كشخص نيورو دايفيرس، ومكان العمل ده اتضر برضه لانه فقد شخص ممكن يكون متميز جدا في الحته اللي هو عايزها. بالظبط بالظبط. وده ياخدني لحتة تانية، ازاي انا جوه الشغل، يعني خلاص انا نفترض ان انا بقيت مكان كويس جدا والناس دي عدت الانترفيو معايا ودخلوا جوه الشغل، وان انا عملت لهم الانترفيو بتاعتهم، عدلت الكرايتيريا او عدلت المواصفات اللي احنا هناخد بيها الناس. لو انا عملت ده كله ودخلت الناس معايا الشغل، ايه اللي انا كشركة بقى او كمكان محتاج اعمله عندي عشان يبقى المكان داعم للكل؟ يعني احنا لما كنا بنتكلم في الحلقه بتاعه الاعاقه، كنت بقول ان التسهيلات اللي بتتعمل للاعاقه، لو اعتبرنا النيورو دايفرستي بشكل او باخر اعاقه، التسهيلات اللي بتتعمل للناس دي او التيسيرات اللي بتتعمل لهم هي هتفيد الكل. فايه التيسيرات اللي ممكن يعملها لحد جوه الشغل تفيد الاشخاص اللي عندهم نيورو دايفرستي؟ لو فعلا المكان غير الطريقه اللي بتتعمل بيها المقابلات او الانترفيوز اللي بتتعمل في الاول دي خطوة جميلة جدا. دي خطوة معناها ان هم على بداية الطريق الصحيح، او بداية الطريق للتقبل، زي ما انت بتقول دلوقتي، تقبل النيورو دايفيرس. وده معناه ان هم ممكن يبتدوا يعملوا حاجات تانية اللي بتسأل عليها في اجزاء اخرى من بيئة العمل. يمكن حاجة من الحاجات المهمة فكرة الايكواليتي والدايفرستي والانكلوجن اللي اثرتهم في الاول، حكاية المساواة والاختلاف وتقبل الناس في الشغل. ان يبقى لازم المكان العمل عشان يقدر يحقق الكلام دوت انها تكون موجودة في البوليسي او المكان، الإجراءات بتاعة المؤسسة كلها، إن ده يكون حاجة موجودة أساسية، ويكون ليها شخص مسؤول عنها أو فريق مسؤول عنها عشان يضمنوا إن الكلام ده يكون موجود. لكن لو لغاية ما الكلام ده يحصل، أبسط حاجة على الأقل إن يبقى فيه توعية. يعني ممكن جهة العمل دي تبتدي تعمل دورات تدريبية لكل الناس. يعني إيه نيورو دايفرستي؟ إيه الاختلافات اللي ممكن تبقى ما بيننا؟ إيه الاختلافات في التواصل؟ إيه الاختلافات في القدرات؟ ازاي نتقبل بعض، ازاي نساعد بعض. وطبعا الدورات دي هتبقى على مستويات مختلفة، يعني على مستوى كل الناس حاجات أساسية، على مستوى الناس اللي في الإدارة لازم تبقى على مستوى أعلى شوية، لازم أديله المهارات إنه يقدر يتعرف على الناس اللي ممكن تكون نيورو دايفيرس عشان يقدر يوفر لهم الاحتياجات اللازمة. في الشركات الكبيرة وفي المؤسسات الكبيرة مفروض إن بيحصل نوع من التقييم الأوكيبيشنال هيلث في الأول، وإن الشخص جزء من التقييم بتاعه بيتفحص. بيبقى فيه فحص طبي وفحص عضوي وفحص نفسي. للأسف ما أعتقدش إن يبقى فيه تركيز على حتة النيورو دايفرستي، وللأسف إن إحنا برضو الثقافة بتاعتنا إن إحنا بنخاف نقول ان انا عندي اتش دي، وان انا عندي اوتيزم، لان عارف وغالبا كل الناس بتقول لي اوعى تقول لا يمشوك، او اوعى تقول لا ما يقبلكش في الشغلانه، او اوعى تقول يحصل لك مشاكل في الشغل لغايه ما يطفشوك. دي لازم تتشال. لازم اقدر اقول، لازم اقدر اما اجي ابقى عارف ان المكان ده بيتقبل، وعارف ان انا لو قلت لهم وهم شايفين ان انا محتاجيني عشان انا فعلا متميز في حاجه تانية، هيوفروا لي كل الحاجات اللي تساعدني ان انا اقدم الشغل اللي هم عايزينه.
يبقى أول حاجة محتاجينها إن المكان يبقى فيه توعية لكل الفئات، توعية للناس اللي في المناصب الأعلى إن هم يقدروا يعرفوا الناس إن التقييم، خطوات التقييم اللي بتتعمل في الأول للشخص لما يجي يستلم الوظيفة يكون فيها نوع من الشفافية. لو عندك الحاجات دي قول لنا وما تخافش، هنقدم لك وهنعمل لك، عشان إنه ما يبتديش شخص الشغل ما نبقاش عارفين إن هو عنده مشكلة، أو هو عارف إن عنده مشكلة ومش راضي يقول لي. اصل هي مش حاجه يا دكتور مصطفى هتتعمل النهارده وخلصت، هي خطوات. هو المكان بيفضل يتطور ويتغير لغايه اما يوصل ان هو فعلا يبقى انكلوسيف ويتقبل كل الناس. فهو ممكن حد ما كانش يعرف اصلا ان هو عنده طيف توحد، ان هو على طيف التوحد، او ان هو عنده ADHD، واكتشف مع دورة التوعية اللي مثلا كان عملها ان هو عنده حاجة من الحاجات دي. طب هيقول لمين؟ هيعمل ايه؟ ما لو ما فيش اصلا الشفافيه والتقبل في مكان العمل، هو مش عارف يتصرف. أنا عايز يا دكتور حسين أسألك على نقطة مهمة جدا، يمكن فيها يعني اختلاف في بلاد العالم كلها. يعني لما قريت بقرا في كذا حتة الديسكلوجر، أو إن هو يقول إن هو يفصح عن ما لديه، لأن دي واحدة من الحاجات اللي أنا مش هعرفها. يعني أنت لو أنت جاي لي وعندك مشكلة في النظر هتبان في الفحص الإكلينيكي والفحص ما قبل العمل. إنما لو انا عندي مشكله نيورو دايفرستي غالبا مش هتبان، لان مش هطلب. يعني في حاجات ممكن ما تبقاش واضحه، خصوصا مثلا حاجه زي الاي دي اتش دي مش تبقى واضحه خالص في الفحص الاولي. وبالتالي ان الشخص لازم يبقى عنده من الشجاعه، والمكان عنده من التفهم، ان هو لما حد يعمل ديسكلوجر او حد يقول انا عندي كذا، ده ما يبقى زي ما حضرتك قلت كده، يبقى من ضمن السياسات. ده مش هنقيمك على هذا الاساس، احنا هنقيمك على شغلك. ولو انت عندك ده، احنا عندنا من سياستنا ان احنا نوفر لك كل التيسيرات اللي من شأنها تسهل عليك شغلك. مظبوط مظبوط. ما هي دي نقطه مهمه، ان زي ما كنت بقول لك احنا بنخاف نقول، لان عارفين ان يا اما هيبقى ليها نتيجه سلبيه، يا اما هتبقى زي قلتها. هقول هيعملوا لي ايه يعني؟ احيانا ممكن على فكره الموضوع يظهر بطريقه تانية. يعني مثلا في شركات جزء اساسي من التقييم بتاعنا انهم يعملوا تحليل مخدرات مثلا، وبيتعمل بصفه دوريه. طب انا لو عندي ADHD وباخد ادويه، وممكن حاجه من الحاجات اللي باخدها تكون بتظهر في التحليل، لازم هقول لهم والا هيفتكروا ان انا بتعاطى حاجه. فاذا كنتش قادر اقول لهم وخايف اقول لهم، هيبقى عندي مشكله في ان انا اكمل في مكان العمل ده، او ممكن اتجنب الوظيفه دي خالص علشان خاطر عارف اني مش هعرف اخبي ان انا باخد دواء، او هوقف الدواء وحالتي هتسوء. فمن المهم جدا ان دي تبقى سياسه المكان، ان احنا وتبقى من الاول خالص واضحه. ما تخافش، احنا هنساعدك. ما تخافش، احنا عندنا برنامج وعندنا نظام نقدر نعمل بيه تكيفات بيئية وتقنية ليك في مكان العمل، علشان خاطر نساعدك ان انت فعلا تأدي وظيفتك وتبقى فعلا منتج، لان ده مهم للشخص ومهم لمكان العمل. يعني انا عايز اقولها بطريقة تانية يا دكتور مصطفى، هو الموضوع حتة الايكواليتي. هو الشخص اللي عند النيورو دايفيرس ده، ده حقه. ده مش فضل عليه، ده حقه، حقه انه يشتغل، انه حقه انه هيبقى يبقى منتج. حقه يبقى اه منتج، ده حقه. هنا نستفيد منه، وحق بالظبط. هو يستفيد. اه كنا بنقول في الاول 20% من الناس انا حقي ان انا اقدر اشتغل. كون بقى ان الناس اتعودت ان الشغل بيتعمل بالطريقه الفلانيه، او ان الكلام بيتقال بالطريقه الفلانيه، وان وكل حاجه لازم تمشي بالطريقه الفلانيه، وانا اللي لازم اتاقلم عليها، ده مش صح. ده حقيقي جدا. وعلى فكره دلوقتي التوجه في مجال طب المهن والاوكيبيشنال هيلث ان هم يقدروا يعملوا انكلوجن لكل الناس، يبقوا موجودين، نقدر ندخل الناس كلها في الشغل، نقدر نعمل لهم التيسيرات والتكييفات اللي ممكن تساعدهم ان هم يقدروا يشتغلوا بشكل افضل. انا عارف ان الموضوع هيطول، احنا داخلين تقريبا في نص ساعه. يعني اكيد هيبقى عندنا اعتقد حلقات تانية نتكلم فيها عن كل نيورو دايفيرس لوحده، سواء بقى الاي دي اتش دي او الاوتيزم او كده. بس يعني في عجاله كده، ايه التكييفات اللي ممكن تعملها الشركات عشان تدعم الناس اللي عندهم اي دي اتش دي مثلا في المكان؟ او ايه التكييفات اللي ممكن نعملها عشان ندعم الاشخاص اللي موجودين على طيف التوحد يعني؟ دي نقطه مهمه، وزي ما قلت هنحتاج لها وقت اطول بكتير من، لكن انا هحاول باختصار علشان برضو الدنيا تبقى واضحه. محتاجين ناس تفهم ان اصلا ايه المشاكل او الصعوبات اللي ممكن تواجه الاي دي اتش دي، وازاي اقدر ان انا اوفر له مكان في العمل. فزي ما كنت بقول في الاول، هو مشكله الاي دي اتش دي مش ان هو ما بيقدرش يركز، هو مشكلته انه يحافظ على التركيز، او انه ينقل تركيزه من حاجه لحاجه تانية. ولو حاجه ممتعه هيقدر يركز عليها فتره طويله. فمن المهم ان انا اوفر البيئه اللي ما يكونش فيها تشتيت كتير،
ممكن ان انا ما اقعدوش جنب شباك او مكان دوشه، اوفر له مكان هادي شويه عشان يقدر يركز. اعمل حسابي ان الشخص ده بيتحرك كتير، فممكن اديله مساحه انه يقدر يتحرك في الاوضه ويقدر يرجع يقعد يكمل شغله تاني. في حاجات زي مثلا البومودورو تكنيك، يعني اعتقد انك اكيد سمعت عن دكتور مصطفى، ليه علاقه بان ان ادي له وقت عمل قصير يركز فيه وبعد كده ياخد بريك صغيره. وده ساعات كتير بيستخدموه مع الاطفال علشان ان هم يقدروا يذاكروا في الوقت الصغير اللي موجود عندهم. مش معنى مثلا ان انا عندي ADHD ان من حقي ان انا اتخانق وازعق واشتم واضايق الناس اللي حواليا. لكن هبقى ممكن اكون مندفع، ممكن يكون عندي مشاكل في العصبية. فلو انا من جهة العمل عارفة الكلام ده، ممكن يساعدوني ان انا احضر حاجات ليها فيها انجر مانجمنت، ازاي اتعامل مع الغضب. ممكن يكونوا اكثر ليونة معايا في بعض المواقف اللي ما تكونش فيها ضرر او اساءة للاخرين. الوقت مشكلة كبيرة جدا للناس اللي عندهم ADHD ان هم ينظموا ويخلصوا الحاجة في الوقت اللي مطلوب، علشان عندهم مشكلة في البلاننج، في التنظيم، مش ان هم مش شاطرين او مش عارفين يخلصوا الشغل. فاحيانا ممكن تساعده انك تديله برنامج، انت محتاج تعمل الاجزاء الصغيرة دي عشان تحقق الحاجة دي. اختار له في بعض الحاجه الدول الستبس اه اصغر. السيبس اصغر. في بعض الدول من حق الشخص اللي دوت انه الدوله او الشركه او جهه العمل بتوفر له اسيستنت. اسيستنت مش يعني سكرتير بتاعه، لا، حد بيساعده في حاجات ليها علاقه بالتنظيم او ليها علاقه بالقدرات اللي عنده فيها مشكله، يديله زقه في الحته دي بس علشان يقدر ينتج الشغل اللي المفروض ينتجه. فهو مثلا عندهم مش ال ADHD عنده مشكله في التنظيم. هو شاطر جدا لكن ما يعرفش ينظم، ما يقدرش يلتزم بالتايم لاين. لكن هو لو اديت له حاجه ومتقسمه له ومحطوط لها خطه، ممكن يطلعها لك 100%. خليني اقول حاجه تانية يا دكتور حسين. اتفضل. ناس بتتحجج في ناس في بعض اماكن الشغل بتتحجج تقول لك ايه، احنا عندنا المكان زحمه جدا، هجيب له مكان هادي منين؟ وده مثلا بنواجهه ساعات في الجامعه، يعني طلبه وكده. فساعات بنعمل حاجه لطيفه خالص، احنا بنوفر اللي هي السماعات اللي هي بتفصل نويز الصوت، كانسل. النويز بالظبط. كانسلنج، او حتى اللي هي الاير مافس، اللي هي مم. السماعات الخارجيه دي، اللي هي بتعمل خلاص، بتعمل ايزوليشن للصوت، بتبقى لطيفه مم. جدا. كانك مم. قاعد في مكان هادي، هو قاعد في وسط الناس بس هو كانه قاعد في مكان هادي. فالحاجات دي كلها ممكن نعمل حاجات بسيطه، يعني انا مش شرط ان انا اوفر لك مكان فظيع. مثلا من ضمن الحاجات التانية، هما بيحتاجوا يتحركوا. يعني ال ADHD خصوصا في السن الاصغر بيبقى محتاج ان هو يقوم يمشي، يمشي رجله. فهيبقى لطيف ان انا اوفر له حته ولو صغيره ان هو بس حتى يروح ويجي فيها كده لو عايز يمشي. فدي مجموعه حاجات. اعتقد ده مظبوط ولا انا بقول حاجه مش مظبوطه يا دكتور حسين؟ ده مظبوط جدا، ده كلام مظبوط جدا. وعلى فكرة ناس كتير أصلا من اللي هم نيورو دايفيرس هو أصلا بيعمل الخطوات دي من نفسه. يعني بتلاقيه اشترى نويز كانسلنج أو إير مافس وبتاع، وبقى مثلا وراكب المواصلات بيبقى لابسها، رايح مشوار بيبقى لابسها علشان يقدر يركز أو ما يعني في نقطة أنا الوقت مش هيسمح النهاردة نتكلم عنها، حاجة اسمها الإرهاق الحسي، ودي يمكن بتظهر أكتر في الناس اللي على طيف التوحد وال ADHD برضو. ان لما يكون في حاجات كتير حواليا، منبهات حواليا او مؤثرات حسية حواليا زي الصوت والنور وحتى التفاعلات مع الناس، او لو حد لمسك او ملمس هدوم معينة، كل الحاجات دي مع بعض بتزود الضغط والقلق على الشخص النيورو دايفيرس. فهم اوريدي بيبتدوا يشوفوا ايه الحاجات اللي يقدروا يتعاملوا مع الصعوبات اللي ممكن تواجههم من نفسهم. فلو مكان العمل اصلا بقى كمان فاهم، يعني مثلا هقولها العكس بقى. تخيل لو المثال اللي انت اديته دلوقتي يا دكتور مصطفى بتاع انه يلبس سماعه نويز كانسلنج او انه يجيب حاجه تقلل الصوت. واحد قاعد في مكتبه في الشغل لابس نويز كانسلنج، يدخل المدير يتكلم معاه، إيه اللي انت عامله ده؟ انت قاعد تسمع لي موسيقى في الشغل؟ هو لو المدير عارف ان الشخص دوت محتاج دي عشان يركز تفرق هيسيبه. معايا. بالظبط. انا مش جاي اسمع موسيقى وما اشتغلش، انا دي محتاجها عشان ادي اعمل الشغل اللي مطلوب مني. وممكن يكون اصلا مش بيشتغل موسيقى، ممكن يكون حاططها بس عشان ما تدخلش صوت، لكن المنظر ضايق المدير. فاللي اقصده ان حتى الامثله البسيطه اللي بتتكلم عليها دي لازم الناس تبقى فاهمه دورها ايه وايه الحاجات اللي ممكن تعملها. انا ممكن تبقى حاجات بسيطه جدا
جهة العمل توفرها، او ان حتى لو الشخص هو اللي موفرها لنفسه ما تضايقوش بقى، سيبه يستخدمها. يسمحوا له يستخدمها، وما يبدا حدش يضايقه ومحدش يتنمر عليه ومحدش. انا يعني لضيق الوقت هنكتفي بهذا القدر. وان شاء الله باذن الله اكيد لينا مع بعض قعده تانية نتكلم على كل طيف منهم لوحده، عشان يعني نقدر نغطي. اعتقد الموضوع كبير قوي يا دكتور حسين، ومش بس ان احنا نقدر نتكلم في حلقه واحده نقول كل الكلام ده. اعتقد هيبقى لينا حلقه مخصوصه على الاي دي اتش دي، وحلقه مخصوصه على طيف التوحد. الحاجه التانية، انا يعني غير ان انا سعدت جدا ان حضرتك كنت معايا النهارده. يعني اتمنى حضرتك تبقى معانا تاني وتالت ورابع، ونعمل حلقات كتير على القصه دي، لانها هتفرق كتير مع الناس، وخصوصا ان بدا يبقى في وعي بشكل او باخر، واحنا بنحاول نزود الوعي ده من خلال البودكاست، ومن خلال زي ما حضرتك قلت كده قبل كده التريننجز اللي ممكن يعملوها لشركات للكلام ده. يعني انا اوريدي عملت حاجات شبه كده مع ناس بنعملها في الجامعه بشكل مخصوص يعني، لكن نقدر نعمل ده توسع. فاعتقد التريننجز والحاجات دي مطلوبه، ان نعرف الناس يعني ايه نيورو دايفرستي، يعني ايه انكلوجن، ايه الحاجات اللي ممكن يستخدموها. يعني احنا لو فتحنا في القصه بتاعت الكمبيوتر بروجرامز اللي بتستخدم، او البرامج الكمبيوتر اللي بتستخدم في الحته دي، ممكن ما نقفلش خالص على ما اعتقد يا دكتور حسين. بس انا سعيد جدا ان حضرتك كنت معايا، واتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله نعمل حلقات، مش حلقه واحده، نعمل سلسله كده ان شاء الله. ممكن ما يبقوش ورا بعض، بس نعمل سلسله قويه عن النيورو دايفرستي، لانها تستحق، ومجال خاص ومهم جدا في مجال العمل. ويمكن عندنا مثال حي في مصر دلوقتي. كان في مسلسل مؤخرا اسمه حالة خاصة، كان بيتكلم عن شخص اوتيستيك وبيشتغل في المحاماة. المسلسل كان عامل حالة غير طبيعية في مصر، فأعتقد إن كان لطيف ان احنا نتكلم على الكلام ده دلوقتي، وممكن نزود عليه كمان قدام. بشكرك جدا يا دكتور حسين ان انت كنت معايا، بجد بجد يعني مبسوط جدا ان حضرتك كنت معايا. سعد يا دكتور مصطفى. يعني الموضوع ده انا يعني من المواضيع المفضله عندي، واحب فعلا ان انا اساعدك في ان احنا نوعي الناس، لان هو موضوع مهم، ويسعدني ان ابقى معاك بعد كده في حلقات تانية ان شاء الله. الف شكر ليك دكتور حسين. بشكر حضراتكم جميعا المستمعين، وبشكركم جميعا، وشكرا لكم وشكرا لاستماعكم.